والله النهارده يوم سعيد، وانا كنت مع زملائي اعضاء مجلس اداره النادي المصري، وكنا النهارده باليوم المناسبه باليوم السعيد النهارده انا كنا في وسط اولادنا، وكان في الابتسامه ونقول لهم كل سنه وهم طيبين، وكان اللفته حلوه من مجلس اداره النادي المصري. انا بصراحه يعني في غايه السعاده ان انا بشارك هنا اطفالنا واحبابنا في يوم اليتيم العالمي. عموما انا احب اشكر برضو الناس الساده القائمين هنا في دار الايتام بقياده الاستاذ ابراهيم شراره والاستاذ مصطفى السلموني، لان بصراحه ناس يطمنونا على اولادنا، يعني طمنونا على اولادنا، فانا يعني بحييهم ومبسوط جدا ان انا في يوم اليتيم مع ابنائنا واخواتنا ان شاء الله. كاعضاء مجلس اداره حريصين ان احنا نقضي باذن الله، دي اول سنه لنا في مجلس الاداره، فنقضي اول احتفال لينا في دار ايتام مع الاطفال الابرياء اللي انت شايفهم دول، على اساس ان تبقى لفته من مجلس اداره حلوه، بنرفع روح الاطفال معنويه، وربنا يعني يكرمنا ان شاء الله نعمل معاهم الاحتفال ده سنويا باذن الله، تبقى عاده ما تقطعش ان شاء الله. احنا ليهم وهم مننا واحنا منهم، ودول اولادنا، ومش عايزين نحسسهم بانهم لوحدهم، بل ان احنا برضو امهاتهم وابهاتهم وكل ما يطلبوه. هم طلبوا مني حاجه النهارده ان شاء الله باذن الله هكون عند حسن ظنهم، نفسهم يتدربوا في النادي بعض العاب، واحنا برضو نحب ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم حتى ما يحسوش برضو بالفراق والحاجات دي. حاجه كويسه لاخواتنا الصغيرين، كلهم اخواتنا، واحنا مبسوطين اللي احنا موجودين معاهم وبنشاركهم افراحهم، ومش يوم اليتيم بس اللي احنا موجودين معاهم، احنا على طول اللعيبه كلها الناس ما تعرفوش، الحمد لله رب العالمين. دي حاجه طبعا لله، بس احنا طبعا على طول كل اسبوع لازم بنزورهم، قبل كل ماتش لازم بنجي لهم ونقعد معاهم وبنفرح بيهم عشان هم بيفرحوا بينا، ودي اقل حاجه نقدمها لهم يعني في اليوم بتاعهم. يعني انا سعيد قوي النهارده ان انا موجود انا وزمايلي النهارده بنشارك الاطفال ديت في يوم عيدهم، وبتمنى كده من ربنا ان احنا نكون عملنا لهم حاجه ولو حاجه صغيره يعني تساعدهم وتفرحهم يعني. ربنا يوفقهم الله ان شاء الله، ويرجعوا بسلام ويرجعوا مصريين باذن الله من اسيوط.